السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج العذراء بتاريخ 13/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العذراء. على الصعيد العام يقظة قوية وتغيير بيعلن عن نفسه. اليوم يا عذراء مش شبه الأيام اللي فاتت، في إحساس كأنك بتصحى على مرحلة جديدة، كأنك واقف قدام باب ولسه بتاخد نفس قبل ما تفتحه، وفي حاجة بتدفعك إنك بتتحرك زي تجربة أو تغامر أو تبص للمستقبل بنظرة مختلفة. النهاردة يا عذراء عندك استعداد إنك تكسر الروتين، تخرج من دايرة مواقف متكررة وتبتدي تسمع لنفسك أكتر من قبل. في كمان طاقة تجمع يا عذراء، يعني ممكن تلاقي نفسك وسط ناس بتحبك أو وسط طاقة اجتماعية تساعدك إنك تبطل تفكر تفكير سلبي. ولو كنت قافل على نفسك شوية يا عذراء، فالنهاردة الكون نفسه بيزقك ناحية الدفاع واللمة. كمان يا عذراء اليوم بينقلك من حالة شك إلى حالة يقين، ومن إحساس إنك متردد لإحساس إنك خلاص عرفت الخط اللي ماشي عليه. أما على الصعيد العملي حركة جديدة وخطوة خارج عن المألوف. اليوم مناسب جدا ليك يا عذراء لأي خطوة جديدة في الشغل، زي فكرة أو اتصال أو تجربة، أو حتى إنك تخرج من تفكير قديم وتبدأ من أول السطر. كمان عندك نشاط واضح يا عذراء، وعندك قدرة إنك تتعامل مع أكتر من مهمة في نفس الوقت، وفي احتمال كبير يجيلك خبر حلو أو تتفتح لك بوابة شغل كنت مستنيها. لو عندك مشروع خاص بيك يا عذراء أو فكرة بتجهز لها، فالنهاردة في دعم قوي ليك، وكأن الكون بيقولك يلا اتحرك، الباب اتفتح. المميز النهاردة يا عذراء إنك مش بس شغال، أنت شغال بعقل وقلب وطاقة كبيرة عندك وحماس يحرك جبال. أما على الصعيد المالي بداية رزق أو فرصة بتتفتح قدامك. اليوم فيه بوادر خير يا عذراء، مش لازم فلوس تيجي فورا، لكن في إحساس قوي إن في مصدر رزق جديد بيتكون ليك. ممكن توصلك فرصة شغل زيادة، أو فكرة تزود دخلك، أو حد يعرض عليك تعاون، أو حاجة كانت واقفة وبدأت تتحرك. هو يوم طاقته تبشر ليك يا عذراء، والطاقة بتقولك إن الفترة الجاية أحسن ماليا بكتير من اللي فات. ولو كنت قلقان على مصاريف يا عذراء، فالنهاردة هتحس إنك ماسك زمام الأمور وعندك طريقة أوضح تدير بيها فلوسك. أما على الصعيد العاطفي مشاعر صريحة وعودة واهتمام. اليوم العذراء قلبه صاحي وحاسس وبيفكر وبيسأل نفسه أسئلة مهمة. هو أنا مبسوط؟ ولا أنا محتاج إيه؟ ولا اللي قدامي فاهمني ولا لأ؟ يا عذراء اليوم في اهتمام راجع ليك من شخص معين، يا إما راجع يتواصل معاك، يا إما نظرة مختلفة من حد كان سايب مسافة بينك وبينه. ولو أنت في علاقة يا عذراء في فرصة لحوار صريح يحل كتير كلام هادي، لكن وراه مشاعر تقيلة بتدفعكم تبقوا أقرب. ولو مش مرتبط، فالنهاردة ممكن تصادف إعجاب جديد أو شعور إنك مستعد تفتح قلبك ولو حتى خطوة صغيرة. أما على الصعيد الصحي طاقة قوية محتاجة توازن. عندك نشاط عائلي يا عذراء، لكن محتاج تحافظ عليه من غير ما تستهلك جسمك زيادة عن اللزوم. كمان اليوم مناسب إنك تتحرك وتعمل رياضة بسيطة وتهتم بالأكل وتشرب مية وتبعد عن الضغط الزيادة. ولو في إرهاق نفسي يا عذراء، فالطاقة الاجتماعية اللي عندك النهاردة هتخرجك من المزاج التقيل. أما على الصعيد الدراسي تركيز عالي ودافع جديد. اليوم مناسب جدا للدراسة، خصوصا لحاجات محتاجة فهم أكتر من الحفظ يا عذراء. كمان دماغك فاتح والأفكار داخلة وخارجة بسهولة، وكأنك قادر تلم تفاصيل كتير من غير ما تتشتت. ولو عندك امتحان قريب يا عذراء، فالنهاردة تقدر تذاكر أهم النقاط وتحفظها. ولو عندك مشروع أو بحث في الطاقة بتدعم إنك تبدأ فيه النهاردة. خلاصة يومك يا عذراء صحوة داخلية وتغيير جميل، وشغل فيه حركة وفتح أبواب، وفرصة مالية بتتكون، ومشاعر صريحة وعودة واهتمام، ونشاط صحي محتاج توازن، وتركيز دراسي ممتاز.
ودي كانت قراءتك يا عذراء. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.